بيبدأ الفيلم جوه بيت ديبي في لوس أنجلوس سنة 2003، وبنشوف 2 من أصحاب ديبي في الجامعة وهم بيسلموا عليها عشان مروحين، وده لأنهم كانوا سهرانين بيحتفلوا بعيد ميلاد بيتر صاحب ديبي. فبيفضل بيتر مع ديبي في البيت بعد ما أصحابها بيمشوا، وبيكون واضح بأنهم بيحبوا بعض جدا. لكن تاني يوم على طول بينفصل بيتر عن ديبي، لأن بيتر حس بأن علاقة الصداقة والتفاهم اللي ما بينه وبينها ممكن الحب يبوظها، مع أنهم متفاهمين جدا ولايقين على بعض. ورغم انفصالهم فقرروا يفضلوا صحاب ويحكوا لبعض أدق تفاصيل حياتهم. وبعد ما انفصلوا بيتر ساب لوس أنجلوس كلها وراح يعيش في مدينة نيويورك. وبعد مرور 20 سنة في نفس يوم عيد ميلاد بيتر بنشوف ديبي وهي بتكلمه الصبح، وده عشان تقوله كل سنة وهو طيب. وبنعرف بأن علاقة الصداقة والتفاهم اللي ما بينهم لسه مستمرة من 20 سنة. وبيكون بيتر شغال حاليا في مجال التسويق في شركة كبيرة واستقر ماديا، لكنه لسه مش متجوز. لكن بيتر من جواه نفسه يكون كاتب مشهور من وهو صغير، وده لأنه بيعشق الكتابة جدا، لكن بسبب ظروف شغله مش بيكون مهتم بهوايته دي حاليا. أما ديبي ففضلت في لوس أنجلوس واتجوزت بعد انفصالها من بيتر. اتجوزت واحد اسمه جيمي وخلفت منه ولد اسمه جاك، لكن جيمي انفصل عن ديبي واتطلقوا، وساب لها جاك يعيش معاها من ساعتها. وبنعرف ان ديبي بتحضر كورس لتطوير مهارات عشان تطور من منصبها في المدرسة وتترقى لوظيفة أعلى بمرتب ومزايا أكبر. وعشان ديبي تدرس الكورس اللي هيطور من شغلها ده لازم تسافر وتروح تدرس في مدينة نيويورك لمدة أسبوع. فالمفروض ان هي هتسافر نيويورك لبيتر عشان تقعد معاه في الشقة طول مدة الكورس، وابنها جاك هتسيبه مع سكارلت جليسة الأطفال، وده عشان تقعد معاه وترعاه طول فترة السفر، لأن ديبي بتقلق جدا على جاك لحد دلوقتي بشكل هستيري، وده بسبب الحساسية اللي عنده. وفي الوقت ده بيستقيل بيتر من الشركة اللي بيشتغل فيها، وبيقرر ان هو يبدأ يشتغل مع نفسه. وبالصدفة قبل سفر ديبي لنيويورك بتقول لها سكارلت ان هي مش هتقدر تبقى الجليسة بتاعت جاك، وده لأن جالها شغل في السينما وهتمثل دور كانت بتحلم بيه وبتتمرن عليه طول الوقت. فبتتضايق ديبي وما بتبقاش عارفة تعمل ايه، خصوصا انها مسافرة نيويورك قريب. فبتبعت ديبي رسالة على الموبايل لبيتر وبتعرفه فيها بانها مش هتقدر تسافر نيويورك وهتضطر تأجل الكورس بتاعها للسنة الجاية، وده بسبب ان سكارلت اعتذرت على انها تبقى جليسة لجاك. فعلى طول بيتصل بيها بيتر وبيقول لها ان هو قطع تذكرة سفر للوس أنجلوس وهيجي هو بنفسه يقعد مع جاك ابنها الاسبوع ده، وده لحد ما هي تخلص الكورس وترجع. ففي الاول ديبي بتكون رافضة، لكنها بتوافق بعد الحاح بيتر وبتقدر تضحيته بوقته عشانها وعشان ابنها. فبتوصل شقة بيتر عشان تقعد فيها طول مدة سفرها. وفي نفس الوقت بيكون بيتر سافر هو كمان للوس أنجلوس لبيتها عشان يقعد مع جاك. وبيروح بيتر ياخد جاك من المدرسة وهم في العربية بيبدأوا يتكلموا شوية. فبيعرف بيتر منه بأن مامته منعاه ان هو يلعب لعبة الهوكي رغم ان جاك بيحبها جدا، لكن ديبي شايفة بأنها لعبة خطر وهو حجمه صغير وكمان مريض، وده اللي خلى وايت صاحب جاك يبعد عنه ويبقى له صاحب تاني غيره اسمه إيفان عشان هما الاتنين بيلعبوا هوكي زي بعض. فبيكون بيتر من جواه عاوز يساعد جاك عشان يلاقي نفسه وسط أصحابه، لأن ديبي بتكون عازلة تماما عن العالم الخارجي. وبتكون ديبي سايبة لبيتر جوه بيتها ورق في كل مكان ومكتوب فيه إرشادات وملاحظات مهمة، وده عشان يعرف يتعامل مع جاك. لكن بيتر بيقرر ان مهمته مع جاك تكون هو انه يعلمه ازاي يلاقي معنى وهدف لحياته ويبقى ولد طبيعي زي اللي في سنه. وبيتجاهل بيتر إرشادات ديبي خالص، ما عدا طبعا الإرشادات الطبية اللي تخص صحة جاك. وبيتفاجئ بيتر في بيت ديبي بان في جار ليها اسمه زين، وبيكون عايش عندها حرفيا في حديقة البيت. فبيحس بان زين ده شخص مريب، وبيكون بيتر مستغرب ازاي ديبي خبت عنه موضوع زين ده. فبيسألها في التليفون بالليل وهم بيتكلموا سوا عن زين، فبتقول له ديبي بان زين يبقى جارهم عادي لكنه بيحب يساعدها في حديقة بيتها. لكننا بنعرف بان مش ديبي بس اللي خبت عن بيتر حاجة ما يعرفهاش، لان ديبي هي كمان بتتفاجئ بواحدة اسمها مونيكا بتخبط على شقة بيتر، وبتعرف ديبي منها بانها كانت مصاحبة بيتر وسابوا بعض من 6 شهور، وهو بعدها ارتبط بواحدة تانية اسمها بيكا. ولما مونيكا عرفت بان بيتر وبيكا انفصلوا حبت ترجع تاني لبيتر وبتحاول تبقى صديقة لديبي، خصوصا بانها سمعت عن ديبي كتير من بيتر. وتاني يوم الصبح بيتر بياخد جاك وبيخرجوا يفطروا بره، لكن بيكون اكل مخصوص لجاك على حسب الارشادات الطبية اللي ديبي سايباها. وبيقول بيتر لجاك بان هو عاوز يحاول يقربه من اصحابه وايد وايفن، وبيكون بيتر مجهز خطة عشان يخلي جاك يكسب صحابه تاني. فبيحجز مقصورة رئيسية في ملعب الهوكي، وده عشان يخلي جاك يعزم اصحابه على الماتش ده ويحاول يقرب من اصحابه. فبيتر بيوصل لمدرسته وبيقول بصوت عالي عشان اصحابه
يسمعوه، وبيقول له بإن هو هياخده على ماتش الهوكي، وإن هو كمان يقدر يعزم كل أصحابه اللي هو عاوز ياخدهم. في نفس الوقت ده في نيويورك بتبدأ ديبي تحضر الكورس بتاعها، وفي يوم بتخلص الكورس فبتتصل بيها مونيكا عشان تقابلها ويروحوا مكان يشربوا حاجة مع بعض. وفي الوقت ده بيكون جاك خلص المدرسة وقال لأصحابه وايد وإيفن على ماتش الهوكي، فبيروحوا كلهم بعد المدرسة ملعب الهوكي مع بيتر، وفعلا بيلاقوا إن بيتر حاجز لهم مقصورة كبيرة ليهم لوحدهم، وكمان جايب لهم أكل وتسالي ومشروبات عشان يتسلوا. لكن رغم كل اللي بيتر عمله ده بيكون وايد وإيفان متجاهلين جاك تماما وما بيتكلموش معاه ولا حتى بيردوا عليه، فبيتضايق جاك وبيحس إنه مش هيعرف يكسب أصحابه تاني. لكن بيتر بيفهمه بإنهم لازم يحاولوا تاني ومش من أول مرة يستسلموا. وبنرجع تاني لديبي ومونيكا واللي بيدخلوا كافيه يشربوا مشروب وبيتكلموا شوية، وهناك ديبي بتشوف المدرس اللي بيديها الكورس وبيكون قاعد مع كاتب اسمه سيو، وبتكون ديبي عارفة سيو ده لأنها قرت له كل كتبه تقريبا، فبيتعرفوا على بعض وبيدور ما بينهم كلام، وبيحس سيو وديبي باستلطاف ناحية بعض وبيحسوا إن في ما بينهم حاجات مشتركة، فبيعرض سيو عليها إنها تاخد رقم تليفونه وده عشان تبقى تتصل بيه، وبعدها بيسلموا على بعض وبيمشوا. وبتروح بعد كده ديبي ومونيكا على شقة بيتر، وهناك بتقول لديبي بإن بيتر مؤلف كتاب اسمه الولد وإن هو مخبيه، وبتوريها مونيكا الكتاب ده عشان تقراه، فبتكتشف ديبي بإن بيتر مخبي عليها سر تاني غير إن هو مصاحب بيكا ومونيكا، وبتكون مستغربة إزاي ما قالهاش بإن هو مؤلف كتاب كامل، وخصوصا بإن هي طول السنين اللي فاتت دي وهي فاكرة بإن هو بعيد عن الكتابة والتأليف. وبتقرا ديبي الكتاب اللي بيتر مؤلفه، وبتكون القصة بتاعته عن ولد عنده 13 سنة زي جاك، وبيكون أبوه متوفي والولد ده عنده مرض وبيحاول يعيش حياته ويتأقلم عليها. فديبي بيعجبها الكتاب جدا وبتحس بإن قصة الكتاب ده شبه قصة ابنها جاك، والكتاب ده بيأثر فيها جدا لدرجة إنها بتبكي، وبتكون حاسة بإنه كتاب جميل ولازم يتنشر. فبتتصل بعدها بمونيكا عشان تقابلها، ولما بيتقابلوا بتتصل ديبي بسيو عشان يقابلهم في الكافيه، فبيجي لهم سيو على الكافيه وبتديله ديبي الكتاب عشان يقراه ويحاول ينشره، لأن ديبي عاوزة تعمل مفاجأة لبيتر وده إنها تنشر له الكتاب. وعشان ديبي تحمس سيو بإن هو يقراه باهتمام بتقوله بإنها هي المحررة بتاعة الكتاب ده، وبتطلب منه إنه يقراه بسرعة عشان هي راجعة لوس أنجلوس قريب. فبيتحمس سيو لقراية الكتاب وبيوعدها بإنه هيقراه في أسرع وقت ويقول لها رأيه. وبعدها بنعرف بإن ديبي مش ناوية تقول لبيتر إنها لقت الكتاب وقرته، ولا هتقوله بإنها كمان اديته لسيو عشان يقراه وينشره في دار النشر اللي بيشتغل فيها. وفي الوقت ده بيقول بيتر لجاك بإنه هيشجعه عشان يشترك في فريق الهوكي بتاع المدرسة، وده مش عشان يبقى مع أصحابه بس، لكن الأهم من ده هو إنه بيحب اللعبة دي. فبيفرح جاك جدا وبيتفق بيتر معاه على إنهم مش هيقولوا الخبر ده لأمه دلوقتي. وفي الوقت ده بيتصل سيو بديبي بعد ما قرا الكتاب عشان يقابلها في دار النشر، لأن الكتاب عجبه وعاوز ينشره في الدار عندهم. فبتروح له هي ومونيكا دار النشر، وبيكون سيو عاوز يقابل مؤلف الكتاب عشان يتفقوا مع بعض على تفاصيل نشره. فديبي بتكون عاوزة تصارح بيتر بالحكاية دي لأن الموضوع هيدخل في الجد خلاص وهيبقى فيه نشر وعقود وحاجات كتير، وطبعا ديبي مش هتقدر تعملها بدون ما تقول لبيتر. لكن مونيكا بتنصحها طالما هي خبت من الأول على بيتر فتكمل عادي وتنشر له الكتاب وتبقى مفاجأة حلوة لبيتر طالما هي حاسة بإن الكتاب ده يستاهل فعلا النشر. فبكده هي بتساعد بيتر على تحقيق حلمه، وبتتفق مع سيو يتقابلوا على العشاء عشان يتكلموا في تفاصيل نشر الكتاب. وبنرجع تاني لوس أنجلوس، وبيقدم بيتر لجاك في فريق هوكي المدرسة، فبيكلموا المدرب عشان يختار جاك معاهم في الفريق اللي فيه وايد وإيفن، وبيكون جاك مبسوط جدا. وكمان بيتر بيحضر معاه أول تدريب ليه في لعبة الهوكي، ولما بيرجعوا البيت بيقعد بيتر شوية مع زينجر ديبي وبيتكلموا شوية عن ديبي، فبيعرف بيتر منه إنه هو بيحب ديبي لكن حب من طرف واحد، وده لأن ديبي ما بتحبوش، لكنه بيقول لبيتر بإن هو دايما بيحاول يوريها نفسه وده يمكن تغير رأيها وتحبه. فبيتر بيبتسم وما بيرضاش يعلق، لكن من جواه بيحس بشوية غيرة من زين. وبنروح تاني لديبي وهي بتستعد عشان تروح تتعشى مع سيو، وده عشان يتكلموا عن تفاصيل نشر الكتاب. وعشان مونيكا خبيثة بتكون عاوزة ديبي تلبس وتتشيك عشان تقابل سيو على إنه موعد عاطفي، لأن مونيكا عاوزة تبعد ديبي عن بيتر لأنها بتحب بيتر وخايفة إنهم يرتبطوا ويضيع من إيديها تاني. فبتعمل مونيكا نفسها كأنها بيهمها مصلحة ديبي، وده عشان ترتبط بسيو لأن هو شخص وسيم وكمان كاتب مشهور. فبتلبس ديبي وبتتشيك وبتروح تقابل سيو عشان يتعشوا، وبعد العشاء بترجع على شقة بيتر وبتكون مفهمة بإن دي شقة مأجراها، وجوه شقة بيتر بيشربوا وبتبدأ ما بينهم علاقة، لكن بدون قصد بيدوس سيو على
على جهاز اللي بيتحكم في نظام البيت الإلكتروني، فبيفعل الكاميرا وبتصوره هو وديبي. فبيجي لبيتر على الموبايل إشعار بإن كاميرا المراقبة عنده في البيت فتحت، فبيكون بيتر متردد يبص على الموبايل لأن هو كده هيبقى بيتجسس على ديبي، لكنه في الآخر بيبص وبيلاقي ديبي مع سيو. فبيروح بيتر رامي الموبايل من غضبه لأن هو شافهم سوا واعتقد إنهم بيحبوا بعض. فبيتصل بيتر بعدها بإليشا عشان تيجي تقعد مع جاك شوية، وبيتصل بواحدة كان يعرفها زمان اسمها فينيسيا، وبيروح يقابلها عشان يدخل معاها علاقة كأن هو بينسى بيها ديبي، وده لأن اللي شافه ضايقه جدا. لكنه لما قابل فينيسيا وبيروح معاها البيت ما بيحسش ناحيتها بأي مشاعر، فبيسيبها وبيروح لبيت ديبي تاني. وبيحكي بيتر لإليشيا الحقيقة وبيقول لها بأنه اكتشف إن هو من تاني يوم عارف ديبي من 20 سنة إن هو حبها، لكن كان متردد يكمل في علاقتهم سوا لحد ما هي اتجوزت وكمان خلفت. لكن طول السنين دي كان بيحبها وكان نفسه يرتبط بيها، ولكن ما كانش عارف يصارحها بكده، ورغم إن هو عارف بنات كتير لكن قلبه مش متعلق غير بديبي. فعشان إليشيا صاحبتهم برضو من زمان بتنصحه بإن هو لازم يصارح ديبي بمشاعره وما يسيبهاش تروح تاني من إيده. وبيكون اليوم ده آخر يوم لديبي في الكورس وخلاص هترجع لبيتها، فبتروح الكورس وبتمتحن وبتنجح. وأثناء ما هي راجعة على شقة بيتر عشان تقفل شنطتها وتسافر، فبتشتري من الشارع زرع وبتزين بيهم شقة بيتر قبل ما تمشي كأنها سايبه له هدية عشان تشكره على اللي عمله معاها. وبيكون معاها مونيكا في شقة بيتر، فبيلاقوا جوه الشقة ظرف كبير وبيفتحوا بيلاقوا جواه كل صور وذكريات بيتر وديبي زمان. فبتحس ديبي بإن بيتر بيحبها من زمان جدا وبتستغرب هو ليه ما صارحهاش. وطبعا مونيكا من جواها بتكون غيرانة، لكن بتضطر تشجع ديبي عشان ترتبط ببيتر لأن مونيكا حاسة بإن هو بيحب ديبي جدا، خصوصا بعد الصور والذكريات اللي لقوه محتفظ بيها. وبيتصل في الوقت ده سيو بديبي عشان يقابلها قبل ما تسافر، ولما بتقابله بيقول لها بإن هو جايب لها شغل كمحررة لكن في دار نشر تانية غير دار النشر اللي بيشتغل فيها. وبيكون مبرر سيو في كده هو إن علاقتهم لسه في البدايات وما ينفعش يشغلها معاه في نفس المكان. فبتعترف له على طول ديبي بإن هي مش هتنفع تكمل معاه في العلاقة لأنها بتحب واحد تاني أصلا، وبيكون قصدها على بيتر. فبيفهم على طول سيو بإنها ملحقتش تكون حبته أصلا فما بيزعلش. وبنروح بعد كده لوس أنجلوس وبيحضر بيتر مع جاك أول ماتش هوكي ليه، وبيفضل بيتر متحمس وبيشجعه. لكن مرة واحدة جاك بيخبط في لاعب في الفريق التاني فبيقع على الأرض وبيتعب، فبيتصلوا بالإسعاف وبتيجي تاخده على المستشفى. وبيتصل بيتر بديبي يبلغها بالخبر ده، فبتتخض جدا على ابنها وبتضطر تسلم على سيو وبتسيبه وبتمشي. وبتتصل ببيتر تفهم منه حصل ايه لجاك بالظبط، فبيتر بيحكي لها كل حاجة، فبتتعصب عليه وبتحس ان هو ما كانش قد المسؤولية. وكمان بتحس ديبي بان بيتر كان ممكن يأذي ابنها وهو كان من جواه فاكر انه بيساعده، فبتطلب منه يسيب البيت عندها فورا ويرجع شقته في نيويورك. وبتحجز ديبي اول طيارة وبترجع لوس أنجلوس، وبالصدفة بيتقابلوا هي وبيتر في المطار، وهي بتكون راجعة وبيتر بيكون رايح نيويورك. وبيفضلوا يلوموا بعض بان كل واحد منهم كذب على التاني في كذا حاجة، لكنهم بيتصالحوا على طول لانهم بيحبوا بعض، خصوصا بان جاك هو كمان حب بيتر ونفسه بان هو يفضل معاهم على طول. فبيفضل بيتر معاهم في لوس أنجلوس وبيعيش مع ديبي وجاك في البيت. وبعد 6 شهور بنعرف ان بيتر نشر كتابه، وكمان ديبي اشتغلت محررة صحفية عند كاتب مستقل، وجاك بقى شاطر جدا في لعبة الهوكي. اما بالنسبة لزين فبيفضل زي ما هو عايش جوه حديقة بيت ديبي وما تغيرش اي حاجة. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.